السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في طاقة إيجابية. حابب أتكلم النهاردة بطريقة مختلفة شوية عن أي مقدمة، وهقول لك عزيزي المشاهد إنه اليوم لدينا لقاء غالي مع شاعر وأديب من محافظة كفر الشيخ، والد وأب روحي لنا جميعا، وله أشعار وأدبيات كبيرة وعظيمة، ونتمنى أن يسود هذا اللقاء. أنا مش عارف أنا بتكلم كده إزاي، بس أنا يعني همشي معاكم لأن أنا ما ينفعش أبدأ اللقاء غير بداية طليق بيه. معانا النهاردة أستاذنا الفاضل شاعرنا الأستاذ إسماعيل بوري. إزي حضرتك، عامل إيه؟ اهلا وسهلا يا حضرتك اهلا وسهلا. نورتنا. اهلا وسهلا. الله يعزك. سيدنا بس في المقدمة الأدبية أنا حابب أعمل أي حاجة حلو أوصل. الله الله يخلي حضرتك، نورت الدنيا كلها. الله يخليك. في البداية طبعا أنا مبسوط جدا إن أنا طالع معاك النهاردة في لقاء. أنت حضرتك قيمة وقامة كبيرة جدا ما شاء الله في المجال الأدبي كامل، وأنا ما طلعتش قبل كده في لقاءات خالص مع حد من رجال الأدب والشعر والبلاغة والحاجات اللي ما شاء الله يعني في التراث الجميل بتاعنا في اللغة العربية، اللي احنا أغلبنا بينكره أو بعيد عنه أو كل الكلام من دوت. فأنا طبعا شرفت جدا أن أنا طلعت مع حضرتك النهاردة، وهبدأ عندنا أسئلة كتير جدا عايزين نعرفها. هبدأ بسؤال بسيط خالص وبيدور حوالين أدمغة الناس أو أفكار الناس، ألا وهو التعريف بالشاعر. نعم. أيوة اتفضل. نعم. معاك اتفضل. الاسم إسماعيل بريك، من قلين، محافظة كفر الشيخ. نشأت كأي مواطن عادي، كأي إنسان في مجتمع ريفي وسط الريف المصري، حيث هدوء وشفافية هذا المجتمع ليست به أضواء. ألحقني والدي يرحمه الله بالكتاب تمهيدا للإلحاق بالمعهد الديني ثم الأزهر لأكون أحد رجال الدعوة. ما شاء الله. ولكن كان مولدي في 4 ديسمبر عام 1948، فالتحقت بالكتاب في سن 5. ما شاء الله. حفظت سورة البقرة، ما شاء الله. وجاءت الأجازة التي كان الكتاب متعودا عليها 2 كل عام. خلال الشهرين قدم والدي لي في المدرسة، كان عام 48 عام 56، فقام العدوان الثلاثي وتحولت المدرسة إلى معسكر، وتم نقلي أو إلحاقي وإلحاق الطلبة جميعهم بمدرسة ثروة للتعليم الابتدائي. ولكن حضرتك في قليل، مولود طبعا في قليل. أسافر يوميا ثروة. في عام 58 تم نقلي إلى مدرسة أحمد شوقي، المدرسة الرئيسية التي كنت بها. وصلت للمرحلة الصف السادس، كنت من أوائل المحافظة. ثم في الإعدادية كنت من أوائل المحافظة أيضا، إلى أن التحقت بالثانوية العامة، بالمرحلة الثانوية العامة، وكان اتجاهي كله الناحية الأدبية. أحببت اللغة العربية بشغف ونهم، وكان لدي القدرة على حفظ القصائد من أول إلقاء بعد إلقائها مباشرة.
كنت أحفظها كجهاز التسجيل. في تانية ثانوي درست العروض، فزاد حبي للغة العربية والشعر العربي. بدأت دراسة الأدب من العصر الجاهلي، فالعصر الإسلام، فالعصر الأموي، فالعصر العباسي، حتى العصر الحديث. وصلت المرحلة الثانوية العامة، أصبحت أجيد كتابة الشعر. ما شاء الله، من الثانوية العامة. ثالثة ثانوي. ما شاء الله. كان والدي، كنت أكبر أخوتي في المرحلة التعليمية، وكان بعدي مباشرة بعام أخي الدكتور طه عليه رحمة الله. وكان والدي يأمل أن أكون أنا الطبيب الذي يتخرج من كلية الطب. ففوجئت نظرا لحبي للغة العربية أنني تركت الرياضيات والعلوم واتجهت إلى اللغة العربية، ولم يكن هناك قسم أدبي. ففوجئت بالنتيجة برسوبي في الثانوية العامة. رسوب، ما فيش أدبي خلاص وكده سقطت في ثالثة ثانوي. آه. أولا كان سن المراهقة من أخطر مراحل حياة الإنسان، فإزاي أكون أنا من أوائل الإعدادية، أوائل المرحلة أولى ثانوي وثانية ثانوي ثالثة ثانوي أسقطت؟ فدي كانت صدمة من أكبر الصدمات اللي أنا مريت بها في حياتي. فبناء عليه اعتكفت في الأجازة، وبعدت عن أصدقائي وبعدت عن المجتمع ككل، وقررت أن أنا أذاكر تاني وأظهر التفوق بتاعي. إلا أنني لم أجد تفوقا في الرياضيات أو العلوم. المهم، قبل بدء الدراسة كنت قد كتبت قصيدة اسمها، يعني أسميتها يوميات طالب راسب في الثانوية العامة. دي أول قصيدة، ده كان سؤال على فكرة. أول قصيدة كتبتها. أول قصيدة كتبتها وخطتها بخط إيدي. يعني القصيدة دي عملت شعبية بين طلاب الثانوية العامة كبيرة جدا جدا جدا. وهي عندما صنفها النقاد صنفوها على أنها من الشعر الحلمنتيشي، أي الشعر الفكاهي. وفي شعر اسمه شعر حلمنتيشي؟ نوعية اسمها الحلمنتيش. والله حضرتك الشعر الفكاهي الذي يجمع ما بين اللغة العربية الفصحى واللغة العامية. فكتبت قصيدة يوميات راسب في الثانوية العامة، وكان صداها واسعا جدا بين طلاب الثانوية العامة. أقول فيها يوميات راسب في الثانوية العامة عام 69، عام 1969. اليوم يا أختاه جاءت محنتي، اليوم بين الراسبين نتيجتي، اليوم يا أختاه يوم قيامتي، اليوم يا أختاه هيا صوتي. بين الرفاق وقفت أرقب ضاحكا آثار خوف الواقفين بلهفتي، فإذا بسهم الراسبين يصيبني وأخر مغشيا علي لبرهتي، وأفقت من هول الفجيعة باكيا، ضاقت بي الأنفاس خارت قوتي، وأخذت أعدو نحو بيتي خلسة، وطرقت بابي كالغريب لغربتي، وسمعت من يأتي لبابي فاتحا يستطلع الخبر الزؤام ومحنتي،
وأتى أبي يمحو السكون بصوته، فتسمرت ساقي ومالت جبهتي، فدنا إلي وهزني من راحتي، هزا تذوب له القلوب بحسرتي، وأطاح يمناه القوية رافعا، وهوى بها نحو الضلوع بلكمتي، وأتت تشاركه المعارك أمنا، فهوت على وجهي بطرف مقشتي، حلف الفقيه لأقضين إجازتي بين البهائم والحمير ولوعتي، وخلوت وحدي كي أعيش بحسرتي، وظللت منبوذا أعاني فرقتي، وفقدت أعواني وكل صحابتي، يا بئس أصحابي وبئس نتيجتي، الثانوية فرقت ما وحدت، يا أخت ما عدنا رفاق الشلة، اليوم يا أختاه جاءت محنتي، اليوم بين الراسبين نتيجتي. ما شاء الله، ما شاء الله. دي كانت ثالثه ثانوي ثالثة ثانوي. بتطلع الكلام ده؟ ما شاء الله والله. تعتبر بالنسبة لي مم. عمل إبداعي، اللي هو قدرت أسجل فيه خواطر وأحاسيس طالب راسب. صحيح. احنا عايزين ورد والله الفعل افتكرت الثانويه العامه بتاعته والله. ورد الفعل عند الأسرة بتاعته اه انتهى إلى إن هم قالوا له بقى اسرع الغيط وياخدوا ويجر على الحمارة ردمة، ايوه، وعيش حياة الفلاحين. خدت بقى حضرتك. طبعا بعد كده تاني سنة نجحت، دخلت كلية التجارة، وأخويا لحقني ودخل كلية الطب. وحقق حلم والدك. طبعا حقق حلمه انه يبقى عنده دكتور، لذلك هو أول ما اتخرج من الطب ايوه جاب له عيادة وجاب له عربية. ما شاء الله. خدت بقى حضرتك. فطبعا بالنسبة لي أنا بقى بدأت اتجاهي إلى الناحية الأدبية. عكفت بقى على قراءة الأدب بتوسع. طب بداية المشوار بتاع حضرتك كان ازاي؟ بداية المشوار الأدبي. هي دي القصيدة دي. لا بعد القصيدة دي بقى انت خلاص. ايوه بعد اتجهت بقى لكلية التجارة. فين الأدب بقى مع كلية التجارة؟ أنا اتجهت إلى الجامعة، ركزت على الدراسة، اتخرجت، كان بعد شهر واحد بيجي لنا جواب التعيين. تعينت على طول. خدت بقى حضرتك بعد ما خدت البكالوريوس. تعينت فين بقى؟ تعينت في وزارة العدل. وزارة العدل ما شاء الله. وبعدين تدبت من وزارة العدل مديرا لثقافة قطور غربية. ثم تقدمت من بعد حوالي 3 سنين بطلب نقلي إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كفر الشيخ. ما شاء الله. وتم نقلي واستمريت بقى في الايه في الى ان صدر قرار محافظ بندبي رئيسا للوحدة المحلية بالزعفران في الإدارة المحلية في الحكم المحلي. أخذت سنة وتم ثم عدت إلى إلى التنظيم والإدارة مرة أخرى ليتم ترقيتي مدير عام الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكفر الشيخ. ما شاء الله. حتى الإحالة إلى المعاش. ده الجانب المهني. الجانب المهني. الجانب الأدبي كنت خلال مرحلة الجامعة بشترك في المسابقات بتاع الجامعة وبفوز فيها من الأوائل. وصدر لي ديوان روضة الشعر ما شاء الله عام 75 وأنا طالب. وأنت طالب في الجامعة. أيوه. ثم ده صدر لي ديوان سارقة الفؤاد عام 78 ما شاء الله، وهو يحمل اسم قصيدة بقول فيها: أسارقة الفؤاد بكل تيه
تعالي من هناك وأرجعيه، فما نفع الحياة بغير قلب، وذا قلبي تغرب عن زويه. شكا يوما إلي فقلت مهلا، أتعشق من تراه بعاشقيه. ده من صعب. قصيدة سارقة الفؤاد، اللي هي عنوان الكتاب بتاع اللي هو عنوان الكتاب. ثم بعد ذلك أصدرت كتاب أحزان الشتاء، ديوان شعر، صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. ثم كتاب دراسات نقدية أدبية لعدد من الشعراء يربطهم خيط واحد من الأسى والحزن، وكان اسم هذا الكتاب أضواء على أحزان الشعراء. جميل الاسم. انتقيت عدد من الشعراء بيشتركوا كلهم في شعور واحد، الحزن. هو الحزن والأسى. منهم الشاعر الكبير شيخ شعراء كفر الشيخ شاعر محمد الشهاوي، منهم الشاعر صالح الشرنوبي شاعر البرولوس، الشاعر محمد سيد شحاتة شاعر براري في بيلة، ما شاء الله، وعدد من شعراء إقليم شرق الدلتا اللي بيضم 4 محافظات. وهذا الكتاب كان له صدى واسع بين الشعراء والنقاد والساحة الأدبية. بعد ذلك صدر لي ديوان حديث النفس، جميل، وهو أيضا يحمل عنوان قصيدة حديث النفس يا سلمى. حديث النفس يا سلمى أقض مضاجعي زمنا، وصوت الحب في قلبي أهاج عواطفي شجنا. أظل الليل يا سلمى أتمتم باسمكم علنا، وليلي طال يا سلمى وذقت الهم والحزن. أحبك لست أنكرها وإن أنكرتني ثمنا، أحبك لو تشائين جعلت الحب لي سكنا. أحبك لو تحبيني ترين الحب مؤتمنا. أحبك صوت شادية يجوب الأفق مفتتنا. أحبك وجه فاتنة تحب الحسن والحسنا. أحبك عين باكية تزم الهجر والمحنا. أحبك صورة تبقى لكل عفيفة فضلا. أحبك في كتاباتي وحبك قيمة تتلى. ولو أني بأحبابي إلى النيران قد أصلى، ففي عينيك أقرأها شعاع الحب لا يبلى. أحبك رغم أناتي ورغم الهجر والصد، فذا قلبي يناجيك بسهم منك مرتد. سهام الحب راميها يصاب بأخلص الود، فردي من تحياتي تحية عاشق الورد. إذا ما الشوك آذاه أجاب بأطيب الرد. ما شاء الله، ما شاء الله عليك. قصيدة عاطفية. ويمكن من القصائد الفكاهية أتذكر عود إلى مرحلة الشباب الأولى. ما كنا طلبة في الجامعة كنا بنروح نقعد على الكوبري بالليل، وخاصة في الليالي المقمرة اللي فيها قمر. وكنا مثلا البنات اللي هم بتوع الطالبات اللي في الثانوية اللي في المعلمات اللي هم بينزلوا مثلا يتمشوا شوية، فكان بعض الشباب بيلقح عليهم بالكلام، وطبعا منهم اللي بتمشي ما بتردش، ومنهم اللي بتشتم، ومنهم نماذج كتيرة. فأنا صورت
حالة واحد بيداعب أو بيغازل وحده، فراحت مطية، راحت خلع فردة الأباب وحدفها عليه. مم. فسميت القصيدة فردة القبقاب. فبقول: أبلغت سلوى غاية الإعجاب، فرمت بوجهي فردة القبقاب، لاطفتها ونهرتها بتودد، فجرت إلي وجرجرت أسوابي. قلت: الشفاعة يا مليحة إنني كلف بحبك مذ عرفت شبابي. قالت: جزاك الله كل شفاعة، وأزاح عنك إساءتي وسبابي. إني لخجلى من صنيعي عندكم، فلكم خدعت بخنفس كذاب. قلت: امنحيني من عبيرك نفحة، تحيي فؤادا ذاق كل عذاب. قالت: إليك فخذ لنفسك ما ترى، إني وهبتك مهجتي وشبابي. طيب انا عندي سؤال مهم جدا، حاضر في ذهني وفي اذهان ناس كتير جدا مع الشعراء والادباء. نعم. الكلمات الابداعيه ولحظات الكتابه دي، هل ليها طقس معين ولا بتيجي فجاه كده فيلا هاتولي ورقه وقلم بسرعه عشان في حاجه جت دلوقتي، الهام جالي كده او فكر جالي؟ ليها طقس انت بتعمله معين ومناخ معين عشان تطلع الكلمات الجميله دي؟ والشعر يختلف عن الإنسان العادي بأنه يكون عنده أحاسيس مرهفة، اه. ويمتلك الشفافية، مم. ومن هنا بيبقى متلقي للحدث اللي بيحصل. واحنا عندنا الأحداث بتكون رد فعلها على المجتمع، الفرح العام والحزن العام، واللي نسمي الأوقات اللي فيها المواسم والأعياد الدينية مم. الصفاء والنقاء، بتبقى في المناسبات دي. فتلقي الشاعر للحدث في الأوقات دي بيختلف عن تلقي الإنسان العادي. اه. والنقاد قيموا الشعراء عشان خاطر بقى يفرقوا ما بين الشاعر المجيد والشاعر الغث. في العصر الجاهلي يقول عنترة بن شداد في النقد: الشعراء فاعلمن أربعة: شاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر لا تمل أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. ده هذا قول عنترة في انواع الشعراء. أنواع الشعراء. النقد التذوقي لم يكن نقدا أكاديميا. وجاء العقاد ليدلي برأي في العصر الحديث عن الشعر، يقول: اللغة العربية كالشمس، قديمة قدم الأزل، ومع ذلك تأتينا كل يوم بضوء جديد. ويصف مرحلة الإبداع فيقول: الشعر أنشودة الفنان يرسلها إلى القلوب فتحيا بعد إقفار. الشعر إن لامس الأرواح ألهبها، كما تلامس تيار بتيار. ويصف الشاعر العراقي جميل يقول: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه، فليس خليقا أن يقال له شعر. تلقي الإشارة بكتابة قصيدة يأتي للشاعر في لحظة انفعال، ينفعل مع الحدث بكل أحاسيسه ومشاعره. فالشعر فيه صفة الغنائية، فإذا استطاع أن يكتب البيت الأول فإنه يتغنى به ويردده مرات ومرات
حتى يكتب البيت الثاني، ومن هنا يستكمل الفكرة اللي بيطلقوا عليها الوحدة الموضوعية. فتصبح القصيدة مكونة من عدة أفكار. هذه الأفكار تربطها وحدة موضوعية واحدة. قصيدة عن الحج، قصيدة عن العمرة، قصيدة عن ليلة الإسراء والمعراج. هنا بيكون التلقي بتاع الشاعر للفكرة ذاتها في صفاء كامل ونقاء كامل، وبتسمو بنفسه إلى أعلى الدرجات ليستطيع أن ينسج أبياتا شعرية صافية نقية. ما شاء الله. في الشعر الوطني إنما يجمع كل الناس إحساس واحد بالوطنية. ترى كل الشعراء يتجاوبون مع الحدث ذاته. فعندما تأتي مناسبة وطنية، عندما حدث العبور في 73 كان المجتمع كله يعيش حالة من الصفاء الكامل وتوهج العاطفة الوطنية. يوم 6 أكتوبر 73 لم تسجل سجلات وزارة الداخلية حدثا واحدا بالسرقة أو بالضرب أو بالقتل أو بأي أنواع الإجرام، أي أنواع الجريمة، ما كانش فيه نهائي. يوم 6 أكتوبر حتى انتهت حرب 73 ونصر أكتوبر 73. ده يدل على إيه؟ يدل على إن المواطن بينفعل مع الحدث وينصهر مع الوطنية. في عام 56 نفس الحكاية، كان المجتمع كله بيتجاوب وبيدافع ضد العدوان الثلاثي. صحيح. كان فيه واحد مطرب لبناني كان مقيم هنا في مصر. هذا المطرب اسمه محمد سلمان، وهو قاعد في الفندق قامت حرب 56، فانفعل، ويعني الوطنية خلاته كتب نشيد من أجمل الأناشيد وحتى يومنا هذا، بيقول فيه: لبيك يا علم العروبة كلنا نفدي الحمى، لبيك يا علم العروبة كلنا نفدي الحمى، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما. وهي من الأناشيد الوطنية الرائعة التي تلهب حماس المواطنين. صحيح. كتب عبد الله شمس الدين، الشاعر عبد الله شمس الدين، نشيد الله أكبر: يا هذه الدنيا أطلي واسمعي، جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي، فإذا فنيت فسوف يفنى معي، قولوا معي قولوا معي الله 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 أكبر. دي شعراء وكيفية تلقيهم الحدث ورد للحدث. يعني الحدث هو هو المفتاح اللي يخلي الشعر يكتب. الحدث ده زي ما حضرتك كاتب كده، انت عندك ما شاء الله كتاب اللي هو بوح القصيد. أيوة. ان شاء الله. نعم. وطبعا هنسأل فيه بعض الأسئلة اللي هي اشمعنى بوح القصيد، ايه المختلف او المميز فيه عن باقي لأن هذا البوح يضم بوحا دينيا. ايوه. للنزعة الدينية. في وطني. بوحا وطنيا. أيوة. بوحا للفكاهة والدعابة. بوحا للهجاء. هنا كافة أنواع البوح اكتملت في هذا الكتاب. مين اللي بيختار مع حضرتك أسامي الكتب؟ أنا. بتستعين بحد؟ لا. ما بتستعينش بحد؟ لا.
طب ممكن لما بتوصل لاسم كتاب معين هتسميه خلاص ممكن ترجع لحد تقول له رايك ايه قول لا معاه؟ عمري ما قصد كده. لان انا بعتبر القصيده، انا اللي بسمي القصيده بختار اسمها. بعتبر كانها ابن من ابنائي. ما شاء الله. لا يمكن اتخلى عن اسم القصيده. طب عندي سؤال تاني. اتفضل. مين اكتر حد انت اول ما بتعمل قصيده وترتبها وتكتبها كده وخلصتها خلاص مين اول واحد ممكن تروح تقول له تعالى اتفرج على القصيده اللي انا كتبتها؟ المشجع. في سن المراهقه ما كنت طالب في الجامعه لسه من اولى كليه. كان لي صديق زميلي متذوق للادب، اختصيته دون غيره من الشباب ان اعرض عليه كل كتاباتي الجديده، الى ان التحقت بنادي الادب في طنطا، وكان اجتماع نادي الادب الخميس كل اسبوع، ومن هنا اصبحت بعرض انتاجي على نادي الادب. فلما اتخرجت وتعينت كان سفري الى طنطا صعب. فجينا في عام 84 او 82 حاجه زي كده، قررت الثقافه ان تنشئ بيت ثقافه في أنية، اللي هو قصر الثقافه حاليا. اللي هو حاليا فكان الاختيار علي ان انا اسس نادي الادب. فاسست نادي الادب وضم مجموعه من شعراء المحافظه، المراكز اللي ما فيهاش نادي ادب، واعتمدت لهم موازنه، واصبح نادي الادب الحمد لله من انشط نوادي الادب على مستوى محافظه كفر الشيخ. حاليا رئيس نادي الادب المركزي هو الاستاذ الدكتور محمود رزق حامد، رئيس قسم الادب والنقد والبلاغه بكليه اللغه العربيه جامعه الازهر فرع دسوق. ما شاء الله. طب النادي الادب المركزي، بما ان انت حضرتك كنت رئيس نادي الادب المركزي لدورتين، بتشوف ازاي اي دوره للشعراء والادباء الجدد؟ بيساعدهم ازاي؟ ليه برنامج وهو عمل امسيه في مقر بيت الثقافه كل يوم خميس من كل اسبوع. أعضاء نادي الأدب ينقسموا إلى نوعين، عضو منتسب وعضو عامل. العضو العامل اللي هو تم عرض إنتاجه وإبداعه على لجنة في النادي الأدب المركزي، وأقرها نادي الأدب المركزي، يتم إرسالها بعد كده للجنة العليا في الإقليم الثقافي بالمنصورة في وكيل وزارة. اللجنة اللي موجودة في الإقليم بتضم 3 من كبار أساتذة الجامعة، وخاصة اللغة العربية، تخصص اللغة العربية. تمام. فبيقروا الإنتاج المرسل ويوافقوا عليه أو يرفضوه، ويصبح بعد كده عضو في نادي عضو عامل في نادي الأدب. العضو المنتسب اللي هو لسه بيكتب شعر جديد وداخل في الساحة الأدبية جديد، طبعا بيحضر معانا، احنا بنقول له اقرا كذا واقرا كذا واقرا لمين واقرا لمين، لغايه ما يجي عنده رصيد من الكلمات اللي هو يقدر يكتب من خلالها. ففي باحث من الباحثين عمل دراسه عن القاموس اللفظي المستخدم لدى المواطن العادي ولدى المثقفين ولدى الخاصه أو خاصة الخاصة اللي هي أعلى درجة من المثقفين. فانتهى إلى أن المواطن العادي اللي بيعيش 100 سنة أو 90 سنة، العادي خالص، هذا المواطن لا يحفظ إلا 100 كلمة فقط، 100 كلمة بس يستخدمهم في حياته: صباح الخير، صباح النور، السلام عليكم، وعليكم السلام، الكلمات المتداولة اللي تسير حياته في حياته كلها. ده كلام علمي ما شاء الله، ان حد 100 كلمة فقط. الانسان العادي ياخد 100 كلمة. اما المثقف اللي هو الاعلامي الصحفي الاذاعي
الأديب. انتهت الدراسة لأن هذه الفئة رصيد الكلمات عنده 1000 كلمة. 1000 كلمة. وسجلت الدراسة أن أعلى رصيد من الكلمات في أدب العقاد عند العقاد 10,000 كلمة. ان شاء الله. العقاد الوحيد هو أيوة 10,000 كلمة. يعني تفوق على طه حسين. 10,000 كلمة. ليه بقى؟ لسبب. بيقرا كتير مثلا لكل الشعراء. طه حسين كان مقيد بالناحية الأكاديمية الدراسة العلمية. أما العقاد كان بحر واسع بيقرا لجميع الكتاب العالم كله. لذلك هو سبق طه حسين في رصيد لكن البيت عند حضرتك بيشوف المنهجيه بتاعت حضرتك اللي انت ماشي بيها دي بيشوفها ازاي؟ هل بيدعموا حضرتك؟ هل شايفين؟ لا وانا لي مكتبي خاص بي في البيت. لي مكتبي خاص بي في البيت. ومكتبتي اللي فيها الكتب بتاعتي. يعني انت الجندي المجهود بتاع نفسك بدون اي مساعد في الحته دي؟ لا انا اللي بتولي كل شيء. ما شاء الله. عندي مكتبه كبيره فيها اكثر من 5000 كتاب. عندي مكتب موجود ده للقراءه المستمره خطوة ليل نهار. افرض انا جات لي فكره بالليل وانا نايم كده ان انا اكتب قصيده. الفكره ضربت في دماغي فبكتب البيت الاول واروح حاطط الورقه تحت المخده. اللي هي البدايه اول بيت بكره امشي عليه بقى. الله ينور عليك. ما شاء الله. افرض انا ما كتبتوش بنساها خلاص راح كده. تموت الفكره. خلاص. كتير من الافكار ماتت. ياما جدا. اكتر تكريم انت اتكرمته ولمس قلبك كده وحسيت ان هو تكريم مميز عندك؟ والله انا اتكرمت من جميع قصور وبيوت الثقافه والدروع ماليه عندي المكتبه. ما شاء الله. خدتها حضرتك. ولكن كانت اجمل لحظه تكريم لي هو تكريم وزاره الثقافه في عيد الفن والثقافه اللي كان عمله انور السادات الله يرحمه. الله يرحمه. دي كان شهاده من الوزير شخصيا. ما شاء الله. في عيد الفن والثقافه. طيب بعد كده اتلغى عيد الفن والثقافه. هل في شاعر حضرتك شايف ان انت اكتر شاعر ده هو انت تأثرت فيه في بداياتك؟ ايوه طبعا. انا وانا طالب في المرحله الثانويه قريت لشيخ شعراء كفر الشيخ الله يديله الصحه حاليا الشاعر محمد الشغال. فعرفت ان هو من عين الحياه اللي بليه. رحت زرته تعرفت عليه ومن يوم ما عرفته هو عرفني وانا بزوره باستمرار في ودي منه وبين بعض. اما الشاعر اللي انا تتلمذت على شعره مات سنه 51 اسمه صالح الشردموبي من بلطيم. مات شاب صغير عنده 27 سنه. يا خوات. مات في حادثه قطر. كان قاعد بيكتب قدام المقابر وبلطيم ما كانش فيها قطارات كان فيها قطر اسمه التلتة. فكان قطر صغير كده زي الجرار كده وخط الدلتا معدي قدام المقابر وهو قاعد قدام المقابر كتب باسم الأموات بيخاطبوا الأحياء. دي كانت بداية القصيدة اللي هو بيكتبها واستغرق فجاء القطر ضربه ومات الله يرحمه. ولكن الكراسة اللي كتب فيها المقدمة موجودة. فنقلوها في الديوان بتاعه. فكتب بيقول يا زائرين لقبرنا لا تعجبن لأمرنا بالأمس كنا مثلكم وغدا تصيروا مثلنا. ده المفتتح اللي هو كتبه يعني توفى بقى. طيب حضرتك تشوف ازاي الشباب النهارده في زمن النت والسرعه، هل في شباب او هل الشباب قلوا او قلت المواهب اللي بقت تطلع في الادب والبلاغه والشعر؟ لا بسم الله ما شاء الله. دايما الادب مرتبط بالعلم بالتعليم.
فانتشار التعليم النهارده، اما طلعت انا من المرحله بتاعت السبعينيات، الستينيات والسبعينيات، كان محافظه كفر الشيخ فيها 4 شعراء فقط. مم. فقط. بدأت بقى مرحله التسعينيات الميلاديه والالفينيه والتجاي كده، مم. بدأ الشعراء يزيد عددهم بصوره كبيره جدا. مم. النهارده قليل، اللي هي قليل فيها اكتر من 50 شاعر فصحى وعاميه. في نادي الادب. ايوه، في نادي الادب في قصر أيوة. ثقافه قال ليه. ايوه، انت هتيجي تحضر معانا بكره ان شاء الله وتشوف شرف ليا والله. الشعراء، هتلاقي في زحمه. ما شاء الله. هتبقى حضرتك اه. عملنا التبادل ما بين انديه الادب على مستوى المحافظه. مم. كل شهر ندعو نادي ادب، وهم يدعونا الشهر اللي بعديه نروح هناك عندهم، مم. نقول قصائدنا، يبقى في تلاحم كده بين الشعراء وبعض. مم. فعايز اقول لحضرتك ان اكتر النهارده محافظه كفر الشيخ فيها اكتر من 300 شاعر على مستوى المحافظه. هل الادباء واخدين حقهم في وما الوقت يكونش اللي احنا؟ حق، لا، واخدين حقهم. واخدين دعم، لا، واخدين. هو وزاره الثقافه اه عشان الادباء ما يحسوش بالايه، يعني ان هم ما حدش مديلهم اهتمام، ايوه بالظبط. اولت الاهتمام للشعراء المجيدين، وعملت لهم تفرغ، يعني يتفرغ لكتابه الشعر والادب وياخد المكافاه بتاع التفرغ 2000 جنيه، ولكن بياخد التفرغ ويركب توك توك، اه لان هو ايه ده، 2000 مش هياكلوه ولا يشربوه. صحيح. فاحنا عندنا الزمن اتغير، واصبح الشعراء عددهم ضخم جدا، مش عدد بسيط يعني. الحمد لله. المواهب الجديده تقول في لهم الفن ايه؟ التشكيلي اصبح فيه مواهب كثيره، في الفن المسرحي موجود مواهب كثيره، في الشعر العامي مواهب كثيره جدا، في الشعر الفصحى في ايضا مواهب كثيره جدا. يعني اعداد ضخمه، مش اعداد عاديه. لذلك هم بيسموا كفر الشيخ كفر المبدعين. والله يعني معروفه لدى المحافظات الاخرى في كفر المبدعين. طيب بالنسبه للشباب الجديد اللي هو البسيط اللي لسه متعلم او حاسس ان هو عنده الموهبه، يعمل ايه اصلا؟ يبدا منين؟ توجهه الى الثقافه. يعني انت توجهه؟ هي اللي تتولى توجيهه. احنا بنقول ان الشعراء لازم يتتلمذوا على ايدين شعراء، ومن هنا لابد يروح الثقافه اللي فيها الشعراء المعتمدين. احنا بنقولهم رجال الدين يتتلمذوا على الازهر الشريف، صحيح. اما رجال الادب يتتلمذوا على نوادي الادب وقصور الثقافه. اذا تتلمذ على ايدين حد تاني هيشذ عن القاعده ويتجه الى الايه، نسميه التشدد او الانحراف في الاتجاه الفكري. احنا ملناش يعني علاقه بيهم، ولا نسمح لحد منهم يجي عندنا على طول. احنا كل اللي بيجي عندنا في الثقافه اللي هم الشعراء المعتدلين، الشعراء اللي بيكتبهم يعني قصائد نقيه صافيه، غزل صافي، قصائد وطنيه، قصائد دينيه، قصائد وجدانيه. وده اللي احنا بنركز عليه ان شاء الله. طيب ايه الجمله اللي انت حضرتك تحب الناس كلها تفتكرك بيها؟ في حاجه معينه تحب الناس كده تفتكرك بيها؟ اولا انا يعني تخرج من تحت ايدي عدد كبير جدا من الشعراء. ما شاء الله، جميل. انا ما بخلتش على اي احد من الشباب اطلاقا، عدد كبير على مستوى المحافظات. ادخل كده واكتب الشاعر فلان الفلاني، هتلاقي التعقيبات كلها من الشعراء الحمد لله بيشكروا في ان انا ما كنتش متعسف مع حد اطلاقا، او ان انا تعاليت على حد.
يعني تفتكر في جملة معينة أو نفسك ليك ذكرى معينة تذكر بيها لما يذكر اسم الشاعر إسماعيل بوريك؟ ايوه طبعا، اعمالي في عمل معين أنت تحب هي أنت اعمال تدرس لطلاب الثانويه العامه أيوه، في البلاغه. أنا كنت لسه هقول في الحتة دي. البلاغه. يعني أنت النهارده حضرتك ما شاء ايوه، في الله. كتاب الاضواء ليا نصين 2. طبعا انا ما اعرفش حد في كتاب الاضواء، ولا ليا معارف ان اقول لفلان ده خد درس كذا او اعمل كذا. دي لا، يكفينا فخرا على فكرة. اللجنه نفسها اختارت من على الموقع في النت. مم. خدت القصيدتين دول. القصائد بتاعتك. ايوه، ولو حطوها في كتب الاضواء. ايوه يا فندم. كتب الاضواء اللي في الثانويه العامه. كل قصيده عليها 8 اسئله. ما شاء الله. طب ده هياخدني بقى لسؤال، ان انا عايز اسال حضرتك بحكم ان انت ما شاء الله في قصائد من حضرتك اتاخدت علشان تكون في كتاب الاضواء لمناهج الثانويه العامه، الحقوق الفكريه دي في موضوع الادب والشعراء، هل في حقوق فكريه ان انا النهارده طلعت قصائد وطلعتها على العلن واصدرت بها كتب، لما تيجي الكتب دي يتاخد منها بعض القصائد تروح بقى للثانويه العامه؟ وسمعت برضو ان حضرتك ما شاء الله في حد اخذ ابتهال من الابتهالات اللي حضرتك كنت كاتبها وطلع قالها او ابتهل بيها في اذاعه القران الكريم. نعم. طبعا هي حاجه تشرف ان احنا ما شاء الله انت تعمل حاجه وتكون موجوده في الثانويه العامه وطلابنا يدرسوها، وانت حضرتك يعني مثال وقيمه يحتذى بها من قليل يعني. شكرا. ومن محافظه كفر الشيخ ان احنا نقول احنا عندنا حد ما شاء الله كتب الثانويه العامه موجود فيها القصائد. نعم. الحقوق الفكريه للحاجات دي هل دي موجوده وبيراعى عليها؟ طالما ان اتخذت وعليها اسمي باسمي خلاص يبقى الحقوق الفكريه مضمونه. هي سرقه ادبيه خالص. انما السرقه الادبيه لما تتاخد القصيده وواحد يحط اسمه عليها ان هو المبدع والمؤلف. يعني اسمك محطوط في الاضواء. ايوه يا فندم. اسمك اتقال في اذاعه القران الكريم. أيوة. لما الراجل ابتهل بالابتهال بتاع حضرتك. ايوه. اذا ما فيش سرقه. الحقوق الفكريه وحمايتها لها قانون طبعا اسمه قانون حمايه، بس الرقم طبعا مش قانون 12 سنه كذا. هذا القانون لحمايه الحقوق الفكريه للمبدعين. لو واحد خد قصيده وجي عمل بها دخلها في فيلم من الافلام ونسبها الى نفسه يبقى ممكن ارفع دعوة عليه وعلى المخرج بتاع الفيلم ووقف الفيلم كمان. دي بتبقى امرها سهل، لان انت حضرتك اصدرت كتاب موجود فيه القصيدة دي. والكتاب من دور النشر والكتاب حضرتك والترقيم الدولي تحتيه. رقم الايداع رقم كذا، يعني مسجل خلاص. خلاص. ايوه دي لذلك دار النشر اللي طبع هذا الكتاب لازم بتاخد 5 نسخ تحطهم في دار الكتب ويسجلوها في السجلات عندهم ويدوا لهم الرقم ده. طيب انا ما شاء الله انا بعيدا عن رقم الايداع انا يعني لفت انتباهي حاجه اهم. انا اسف بقى. نعم. اهداء حضرتك لزوجتك الكتاب الاهم بالنسبه لك. بتقول اليها الى الساكنه في عقلي ووجداني. نعم. الى روح زوجتي الراحله اكرام. الى روح الى روح زوجتي الراحله اكرام عليبه التي لبت نداء ربها يوم السبت 3/12 بعد أن أدت رسالتها على أكمل وجه، زوجة صالحة وأما مثالية ومعلمة فاضلة. نعم. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. نعم. أنا أديتها هذا الكتاب لسبب. يعني هي كان معاها بكالوريوس اقتصاد منزلي كلية بنات جامعة عين شمس، وطبعا الجواز ده ظل الزواج حوالي 44 سنة. ما شاء الله. ما غضبتش 3 دقايق وسابت البيت، ما علاش صوتها وحد سمعها من الجيران تتخانق مع الأولاد أو تتخانق مع حد في البيت. صحيح. طوال 44 سنة. ما شاء الله. عملت لي توكيل عام للتصرف في جميع ممتلكاتها. كانت بالنسبة لي السند والظهر اللي أنا ماشي رافع راسي بيه،
وقوي، خدت بالك، عمرها ما أخطأت في حقي ولا حق أولادها، فربتهم تربية أنا بعتبرها مثالية ونموذجية. في التربية والتعليم كانت نفس الحكاية، محبوبة جدا جدا من زمان. كل اللي بالتربية والتعليم. لما جات توفت الله يرحمها، كانت الكرامة اللي أظهرتها هو الآلاف المؤلفة اللي جت فحضرت، كل جا عزة كانت أمم وفي سيدة. احنا متعودين ان الزحام الشديد ده بيبقى فين؟ في الرجالة مش في السيدات. لا، هي نقدر نقوله ان هي تركت بصمة بعد وفاتها. خدت مع حضرتك، ده اللي خلاني طبعا لازم اهدي لها الايه، وخلاني خدت قرار ان انا ما اتجوزش بعدها، بل هي متوفى. الله يرحمه. اطلاقا، الله يرحمه. الله يرحمه. اطلاقا. ما شاء الله يا رب. تحب تقول حاجة لجمهور طاقة إيجابية بما ان انت حضرتك شرفتنا النهارده؟ انا سعيد بالطاقة الإيجابية، وانا دايما اقول بالنجاح الى نجاح ان شاء الله. ونقول لجمهور الطاقة الإيجابية، احنا كلنا حاسين بفرحة كبيرة لوجود طاقة إعلامية تتفاعل مع المجتمع وتقدم النماذج الصالحة والنماذج الطيبة والنماذج الناجحة عشان خاطر تكون قدوة يقتدى به من خلال الطاقة الإيجابية. شكرا يا أستاذ طارق. شكرا لله. وشكرا للطاقة الإيجابية. الله يبارك في حضرتك. أنا سعيد جدا والله إن أنا طلعت مع حضرتك النهاردة في مجال مختلف عن أي مجال من المجالات اللي أنا قدمتها قبل كده، ومجال كبير جدا. نعم. وأنا آسف إن أنا بقول كده، إن مجال مهمش حقه كبير جدا وموجود في مجتمعنا، ولكن كان لازم نعمل سبوت كده او نلقي الضوء على المجال الجميل. هي الفكرة فيها إبداع. ايوه، ده في ابداع جامد جدا فيها إبداع الفكرة. ايوه. ومن هنا بتلاقي التجاوب لسه ما وصلش الى المرحلة اللي هو المطلوبة او اللي الكل بيفكر فيها. صحيح. بعكس الطاقة الإيجابية في المحافظات الكبيرة تلاقي عليها زحام. هنا إن شاء الله أنا متوقع أن يكون في تجاوب كبير جدا جدا في الأيام اللي جاية بإذن الله تعالى، إن شاء الله، بفضل وجودكم واستعدادكم الطيب والسماحة اللي موجودة عند الحاضرين. الله يبارك في حضرتك. فإن شاء الله ناجحين بإذن الله. إن شاء الله. حضرتك شرفتنا. شكرا جزيلا. سعداء بحضرتك جدا والله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.